فيديو ايه؟ فيديو ايه بس بالراحه يعني ما هو انا اصل انا بص انا كبرت فانا مش زي زمان، فانا مش حمل اللي بيحصل ده خالص. لو كنت بلعب معاك اللعبه دي زمان وكنت اقعد اقول لك يا عم قصدك إيه؟ ما تعملش فيا كده. انت ازاي انت كل سنه تحتفل بالذكرى السنويه بتاعت القضيه وتقعد تقول لا المفروض ما يلعبش قفشه، مع انك انت عارف ان قفشه اللي هيجيب الجون اللي هتكسبوا بيه زمان كنت بعمل كده. انما دلوقتي فيديو ايه اللي انت بتقولي؟ ما تنزل الفيديو بتاع الماتش. ما خلاص. ما خلاص بقى. ما خلاص بقى بجد. انا ساكت وما بتكلمش وما جبت سيره يعني لو فريت عندي كده في الصفحه مش هتلاقيني اتكلمت عن الموضوع ده خالص على الفيسبوك، عشان الناس ما تزعلش. عشان الناس ما تزعلش. زي دلوقتي كده المفروض فعلا اكون منزل فيديو للمباراه. المفروض يعني اللي ما اتلعبتش والاهلي كسب بيها من غير ما تتلعب، يعني ما اتلعبتش اصلا ومفيش حد راح والاستاد ما اتفتحش اساسا والاهلي كسب، عشان اللائحه بتقول كده، عشان دي القوانين، عشان صح. خلاص انت ما لعبتش الماتش. انت حتى عمال تحاول تصدر حته ايه؟ ان جماعه انا معتذر لظروف قهريه، فقام جاي الرابطه رد عليك. طب ماشي شكرا، ربنا يا رب يوفقكم في الموضوع دوت، ولكن حضرتك اللي انت فيه ده احد حالات الانسحاب. احنا منسحبين، اتغلبنا 2-0 وفي غرامه ماليه هتطبق علينا وهيتخصم مننا 3 نقط تانيين، يعني ال6 نقط هتخصموا مننا في نهايه الجدول. الدوري اللي انا مش عارف اكمله او مش هكمله، وقلت مش هلعب ماتش سيراميكا الجاي بتاع يوم السبت. فقام طالع الرابطه برضه رد علينا. يا جماعه هم الرابطه معانا سريعه قوي ليه كده؟ يعني الرابطه انا بشوفها في حاجات تانية يقول لك ايه هنعمل لجنه وثم تنبثق منها لجنه ثم لجنه تانية ثم لجنه تالتة. ده ايه ده الموضوع ده فيه معضله، استنوا اما نحل. انتوا معانا احنا عند ايه السرعه دي؟ يعني ايه انتوا ازاي مجتهدين معانا كده؟ انت مش هتلعب ماتش سيراميكا اللي لسه يوم السبت؟ طيب مش هتلعب الماتش ده هنعتبرك منسحب من الدوري كله وهنلغي كل نتائجك في الدور الاول. وانتوا كلكم عارفين طبعا لما فريق ينسحب من الدوري كله اللي بيحصل. هتيجي تقول لي انت توقعاتك ايه؟ اقول لك انا ما عنديش سبيل غير ان العب ماتش سيراميكا، لان لو ما لعبتش ماتش سيراميكا فهيطبقوا عليا اللائحه. هيطبقوها عليا لان باين القرارات وسرعتها معايا عامله ازاي. فانا ما يعني انا دلوقتي بتكلم الزمالك وفاركو، الزمالك والاهلي، الزمالك والاسماعيلي. مش هقدر اشوف الزمالك والنصر للتعدين، مش هعرف اشوف الزمالك وجولدي، يعني هبقى مخنوق قوي وانا بتكلم عن الزمالك ومصر للتامين. مش هعرف. انت فاهم حاجه؟ انت مش هعرف اعمل ده. فواحد يقول لي احنا وراه في كل حته. يا سيدي بقى اقول لك على حاجه يا عم، مش انت كده بتقول عليا اهلاوي؟ ثواني بقى يلا، مش انت كده بتقول عليا اهلاوي؟ اعتبرني اهلاوي. ما هقول لك ايه ما انت كده بتدعي عليا زورا وظلما وبهتانا ان انا اهلاوي. فانت ايه بقى؟ سيبك من دي. السؤال الاهم ولو هنتكلم بجد شويه، هل كان حد يقدر يقول لي انت بتعمل ايه او بتقول ايه يا زمالك لو كان قراري ده طلع؟ وركز في الكلام ده. لو كان قراري ده طلع بعد فوزي بالكونفدراليه وقمت طالع كده واقف، يا جماعه لو سمحتوا انا لن العب اي مباراه في الدور الثاني الا لما الاهلي يخلص مؤجلاته، وكنت هسميه الا لما الاهلي يخلص مؤجلاته. انما ما ينفعش انا لما اطلع والعب ماتشات في الدور الثاني 5 ماتشات. خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، نفس اللي حصل بعد ماتش المصري ده كان هو اللي هيحصل لو كنت خسرت ماتش سيراميكا اللي اصلا كنت خسران فيه 1-0 وبعدين جبت جونين في اخر 10 دقائق، جول لعبد الله السعيد وجول لابراهيم انداي. يعني الفوزي في ماتش سيراميكا اخر القرار ده 3 ايام. الزمالك يعني من الاخر انا كنت مستني اخسر ماتش او اتعرقل اي عرقله ايا كانت من اي فريق عشان اقول الكلام ده. ده اللي واضح. ما انا لو كنت طلعت عملت كده بعد فوزي بالكونفدراليه كان هيبقى مفيش حد يقدر يقول عليا بم. كلامك صح يا زمالك، تمسك برايك يا زمالك. انما انت جاي دلوقتي وانت لعبت من الدور الثاني اللي انت بتقول مش لاعب فيه. يعني انا بقول ايه؟ جماعه انا مش هلعب من ماتشات الدور الثاني ماتشات تاني. طب ما انت لعبت اوريدي في الدور الثاني، يعني انت اصلا لاعب في الدور الثاني فبتقول مش هتلعب فيه ازاي؟ ما انت خلاص لعبت في الدور الثاني. انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ ويعني انت فاهم اصلا الوضع العبثي الى حد عامل ازاي؟ انت متخيل؟ انا مش شاغل بالي باللي بيقعد يقول
انت اهلاوي ولا خالص، اللي سبب واحد. انا عندي احد اصوات نادي الزمالك اسمه الاستاذ احمد الخضري، بيتسال امبارح من الاستاذ ابراهيم المنيسي احد الاهلاويه، فبيقول له انت هل تعلم ان بيراميدز دلوقتي خطر عليك انت مش خطر عليا كاهلي؟ فقال له ازاي يعني؟ قال له يعني انت بقالك سنتين مش بتشارك في دوري الابطال، وبقالك سنتين بيراميدز بياخد منك المركز الثاني، او بيراميدز بياخد المركز الثاني بقاله سنتين، وانت مش بتشارك في افريقيا بقاله سنتين، بقالك سنتين. قال له مش مهم، المهم الاهلي ما ياخدش الدوري. ما هو انا طول ما انا، وخلي بالك ده مسؤول محترم او احد الزملكاويه المفوهين اللي بيتكلموا في الاعلام، فما بالك بالمشجعين بقى اللي 16 و17 و18. راجل اعلامي طالع يقول لك مش مهم اشارك في افريقيا، مش مهم انسحب من الدوري، ما كملش الدوري، بس الاهلي ما ياخدش الدوري. انت واعي للايديولوجيه، واعي للفكر عامل ازاي؟ طب انا هتناقش ايه واقول ايه واتكلم في ايه واروح فين واجي منين؟ انا هروح فين واجي منين وسطهم؟ فين؟ مفيش، لا مفر. يعني في النهايه احنا خلاص، يعني مبروك للاهلي وجماهيره. انا هتعامل مع انه هو ماتش عادي. مبروك للاهلي وجماهيره، وهارد لك لينا فقدان 6 نقاط، ماتش ب6 نقط، ده جميل قوي، ده ماتش فين ده؟ سلام عليكم يا جماعه.